إليكم هذه القصيدة من كلمات الولد مشاري محمد عبده محمد الفقيه، مناشدة بالإفراج عن عمه السجين جمال عبده محمد الفقيه. للتواصل والاتصال 7742385856. يا ابو هيثم تجهز في دقايق، لحن ابياتي قبل يبدا الهلال، واحكي الحب يتسجل في الوثائق، واعزف المولد يا سرى في جمال. كم نحاول لكن ان الحكم عايق، واحتكم بالسبع والايام طوال. كم ملفات كم جمعنا كم ورايق، كم ادله انه شقي حلال. للتواصل والاتصال 7742385856. من وسط صعدة ومن كل المناطق، شاهد الآبا مع كل الرجال، الشهود من كل مواقع والخلايق، شاهد على براءة ما يقال. وانطق القضي بحكم دم رايق، وانا داخلي مثل بركان الجبال. بعد حكم السجن حني الشواهد، والثقة بالله ثابت ما تزال. كل بعد من طالت أقبال المغالق، لابد ما تفرج ويرتاح كل بال. وقف بعبدك ما مع غيرك مرافق، ماسك بحبلك ما لقي غيره وصال. يا وجاع يا جرح في الأعماق غامق، يا ألم في القلب ما يهدى محال. يا حاكمين السبع فوقكم ربي خالق، نصف المظلوم وفي حكم اعتدال. يا إله رب المخارب والمشارق، دعوة المظلوم ببابك يا كمال. لا ترد من جاي لا بابك وطارق، ما تخيب من دعا نص الليال. يا معين يوسف بسجن والماسك، عين ابو معتز من سجن الضلال. واطلب الافراج من كل المرافق، حاكم الدولة قضاها والرجال. ناشد المشاط ذي الامر صاعد، يبصر المظلوم يمين ولا شمال. يا سادة المجلس قد المسكين زاهد، سلطن علينا الظلم من حكام ضلال. ناشد المشاط ذي الامر صاعد، يبصر المظلوم يمين ولا شمال. يا سادة المجلس قد المسكين زاهد، سلطن علينا الظلم من حكام ضلال. نزلوا تعميم وشوفوا في الطوابق، كم سجن مظلوم داخل الاعتقال. ختمها صليت عدد ضوى المشارق، عن نبي المختار وآله خير آل. عن نبي المختار وآله خير آل. عن نبي المختار وآله